كاينين شي ناس كيشوفوا العالم بحال شي لعبه، كل باب مسدود عنده ساروت، وكل قانون عنده ثمن، وكل انسان يقدر يتشرى. اليوم عندنا واحد ستوري من اروع الستوريات اللي دازوا في المغرب، ستوري اللي صراحه كانت تقدر تكون فيلم. مرحبا بكم. كانوا كيسميو عليا بابلو اسكوبار ديال الشمال، ولكن قبل ما نوصلوا لهاد السميه خصنا نرجعوا للبدايه. انا تزاديت بسبته اللي ماشي مدينه عاديه، مدينه اسبانيه فوق ارض مغربيه، وهنا ما بين اوروبا وافريقيا كاين هيمه رواد صغار. الناس اللي كبروا في سبته كيعرفوا واحد الحاجه: الحدود ماشي غير خط، الحدود هي كل شيء، هي الفلوس، هي السلطه، وهي الحياه. انا تزاديت في هذا الجو، ما كانش عندي بزاف ديال الصرف الاول، عشت غير مع الوالده ديالي، وبا ما كانش حاضر في حياتي. كبرت في الفقر وحومه ما فيهاش امال كبيره، ومن بعد شدتني الوالده ومشات بيا لتطوان. تطوان المدينه البيضاء والزوينه من برا، تاريخ الاندلس والزناقي القدام. ولكن انا شفت الوجه الاخر ديالها: الفقر، البطاله، الدراري كتضيع، واحياء اللي القانون فيها ماشي هو اللي كيتحكم. كبرت في هذا الجو وكنت كنشوف الفقر كل نهار، وكنشوف ناس اخرين عايشين مزيان من بعيد، وكنحس باللي كاينين جوج العوالم، واحد عادي وواحد اخر مخبي اللي فيه الفلوس كدوز بالزربه. انا ما كنتش ذكي في القرايه، ولكن كنت ذكي بواحد الطريقه اخرى. كنلاحظ، كنحلل، وكنفهم الناس بالزربه. ومن صغري فهمت واحد الحاجه: في هاد الدنيا كاين اللي غير كيعيش، وكاين اللي كيتحكم في حياته، وانا ما باغيش غير نعيش. كان عندي يلاه 12 عام، ولكن واخا في هذا العمر دخلت لواحد العالم اللي ما قدرتش نرجع منه. البدايه ديالي كانت بالكارو. سبتها كانت فرصه كبيره، السلعه فيها رخيصه مقارنه مع المغرب، كارو، حوايج وكل شيء. وحنا الدراري الصغار كنا كندوزو الحدود بسهوله، البوليس ما كانش كيتسوق لينا. بديت كنجيب الكارو من سبته وكنبيعو في تطوان، ولكن انا ما كنتش بحال الاخرين كانوا كيربحوا درهم وكانت كتجيهم عاديه. ولكن انا بديت كنفكر بواحد الطريقه اخرى: كيفاش نكبر لا كونتيتي، كيفاش نبيع بالسربه، وكيفاش يكونوا عندي بزاف ديال الكليان. وبشويه بشويه بنيت واحد الشبكه صغيره، ولا عندي كليان ولاو عندي ناس اللي كيعطيوني السلعه، ودرت حتى دراري خدامين معايا. كنت باقي صغير، ولكن عقلي كان خدام بحال شي واحد كبير. في هاد الطريق واللي ما كيعرفوش بزاف الناس، الربح كيجي مع المشاكل. واول مشكله كانت هي المنافسه. في الحومه كل مجموعه عندها البلاصه ديالها، وما كيبغيو حتى واحد يدخل عليهم، ولكن انا دخلت. وهنا بدات اول حرب من الحروبات اللي دوزت في حياتي. ماشي غير صداع، لا، كانت ضرب ودم وجناوه. كنت كنتقاتل باش نبقى. وفي واحد النهار، في واحد المضاربه، الامور غادي تخرج على السيطره، واول مره غادي نضرب شي واحد بالمضا. تشديت ودخلت للسونتر ديال الاحداث. 10 شهور وانا تما. تصور، دخلت للتبزنيز في 12 عام، وفي 14 عام دخلت للحبس لاول مره. ولكن الحبس ما خلعنيش، بالعكس هو اللي بدلني. علمني باللي العالم راه قاصح، ولا ما كنتيش قاصح اكثر منه غادي يطحنك. خرجت وما بقيتش داك الدري الصغير، خرجت وانا واحد اخر، واحد عارف شنو باغي، وعارف باللي خصو ياخذ اللي باغي بالخاطر ولا بالزز. من بعد ما خرجت من الحبس، كما قلت لكم، ما بقيتش داك الدري الصغير، وليت قاصح، وليت كنفكر بواحد الطريقه مختلفه. وما كانش عندي داك السؤال ديال شنو غندير، حيتاش كنت عارف شنو هي الطريق ديالي. ولكن هاد المره غنمشي في هاد الطريق بطريقه اخرى. في النص ديال التسعينات بديت كندخل لعالم التهريب ديال بصح. الكارو بقى هو البدايه، ولكن ما بقاش كرتونه ولا جوج، ولات الكونتيتي كتكبر، والشبكه ديالي بدات كتوسع. كنت كنخدم بالعقل، كنشوف مزيان السوق، وكنشوف فين كاين الطلب، كنشوف شكون يقدر يعاونني وشكون خصني نبعد منه. والفلوس بدات كتجمع، ولكن مع الفلوس جاو المشاكل. ما بين 1994 و 1997 تحكمت 3 المرات بسبب التهريب. 3 المرات دخلت قدام القاضي، 3 المرات دخلت للمحكمة.
ولكن هاد التجارب ما كانوش خسارة ليا، كانت مدرسة. في أول محاكمة كنت مازال كنشوف الأمور بعين ديال دري صغير، ولكن تما شفت واحد الحاجة اللي غادي تبدل التفكير ديالي كامل. شفت باللي محامي مزيان ومعاه شوية ديال الفلوس يقدر يبدل الحكم، يقدر يخفف العقوبة ويلقى تقابي ويدير حلول. وفي المحاكمة الثانية شفت حاجة كبر اللي هي العلاقات، ماشي غير الفلوس، ولكن شكون كتعرف، شكون يقدر يهضر مع شكون، وشكون اللي عنده النفوذ. هادشي كاملو كيقدر يبدل النتيجة. أما في المحاكمة الثالثة هنا بديت كنفهم اللعبة، وما بقيتش كنشوف راسي ضحية، ما بقيتش كنغضب وما بقيتش كنقول علاش أنا. بالعكس كنت كنشوف وكنتعلم. كنت كنقول في الداخل ديالي إلا هاد السيستم كيتبدل بالفلوس وبالعلاقات، علاش ما نكونش أنا اللي كنتحكم فيه. في هاد السنوات ماشي تعلمت غير القضاء، ولكن تعلمت حتى الجغرافيا ديال الجريمة في الشمال. مضيق جبل طارق كاينه غير 14 كيلومتر، ولكن في ذاك الوقت كانوا كيقولوا باللي في ديك 14 كاينه زبالة الملايين، حيت اي حاجه باغيه تدوز من المغرب لاوروبا خصها تدوز من تما، الحشيش، السلعه واي حاجه عندها قيمه. وكان واحد الاسم اللي مسيطر على داك الشيء كامل في ذاك الوقت، حميدو الديب، راجل كبير وباترون حقيقي. السمعه ديالو كانت واصله حتى لاوروبا، والشبكه ديالو كانت قويه، وكان عنده علاقات وكانت عنده الحمايه. ولكن الحاجه الواعره اللي كانت كتعجبني فيه انه كان عايش في الكالم وعايش بالسترة، حيت ملي يكون عندك الحمايه كتولي مرتاح. ولكن في 1996 كل شيء غادي يتبدل. تشد حميدو الديب والراجل الكبير طاح، وانا كنت كنتفرج في هذا الشيء كامل، وكنت فاهم واحد الحاجه مزيان: ملي كيطيح شي واحد كبير كيكون الفراغ، وفي هذا العالم الفراغ ما كيبقاش، شي واحد خصو يعمرو. وانا كنت تما، مازال ماشي كبير بحالو، ولكن عيني محلولين وكنتعلم بالسربه. والاهم من هذا الشيء هو ان الطموح ديالي ما كانش عنده حدود. ما كنتش كنشوف غير دابا، كنت كنشوف الفرصه. كنت كنقول في الداخل ديالي هاد البلاصه اللي خوات راه ما غاديش تبقى خاويه، والسؤال الوحيد اللي كان شكون غادي ياخدها. وفي ذاك الوقت بديت كنقرب خطوه بخطوه باش نكون انا هو الجواب. كما قلت لكم، ملي تشد حميدو الديب ما طاحش غير راجل، طاح نظام كامل. المضيق اللي كان تحت السيطره ديالو ولا بلا مولاه. ولكن في هذا العالم ما كاينش الفراغ. ما وقعتش شي حرب كبيره في الطبار، وما كانش شي تفرقع كبير، ولكن كان غير واحد الاتفاق اللي مكتوب بين الكبار، كل واحد ياخد بلاصتو وكل واحد يخدم في الحدود ديالو. تقسيم بالهضره ولكن حقيقي، وانا كنت بلاصتي وسط التقسيم. ما كنتش اكبر واحد، ولكن كنت حاضر ومستعد. وخديت المنطقه ديالي تطوان وادلو. يمكن ماشي اكبر منطقه، ولكن كانت منطقه استراتيجيه بزاف. تطوان قريبه لسبته، يعني التجاره الصغيره والكبيره سهله. وادلو عندها ساحل محلول على البحر الابيض المتوسط. هادشي كيعني حاجه وحده: بلاصه مثاليه للتدريب، خصوصا في الليل. وهنا بدات المرحله الحقيقيه في حياتي، وما بقيتش كنخدم في الكارو. دخلت في التجاره اللي فيها الفلوس ديال بصح، الحشيش. الريف، الجبال ديال الشمال كانوا اكبر المناطق في العالم اللي كينتجوا الحشيش. الانتاج ما كانش هو المشكله، الكونتيتي كانت كبيره بزاف، والمشكل الحقيقي كان هو كيفاش تخرج هاد الكميه لاوروبا. وهنا فهمت باللي خصني نبني نظام، ماشي غير خدمه. باش تدوز الحشيش من المغرب للصبليون خصك 4 ديال الحوايج اساسيين. اول حاجه الزودياكات، ماشي اي زودياكات، زودياكات سريعه وخفيفه وما كتبانش بالسربه. شريت وبنيت اسطول ديال الزودياك، بطوات اللي كما كنقولوا كيطيروا في الماء، كيقدروا يدوزوا بالسربه في الليل، وقلال اللي يقدروا يوقفوهم. تاني حاجه هي البلايص، ماشي اي بلاصه كتصلح للتحميل، خصك بلايص اللي كالم وبعيده على العين وما يكونش فيها كثره الحركه. قلبت، جربت، حتى لقيت شي بلايص معينه، شي بلايص اللي معروفه غير عندي وعند الناس ديالي. وبديت كنبني علاقات مع الناس ديال دوك الطواول. الناس كيسهلوا الدخول والخروج واللي مهم اكثر هو انهم كيسكتوا. ثالث حاجه كانت الجهه الاخرى، الصبليون.
ما يمكنش دير التهريب بوحدك، خصك الناس في السبليون اللي يتلقاو السلعه ويستوكيوها وحتى يفرقوها. بنيت علاقات تما وحده بوحده، الناس ولاو كيتيقوا فيا وتا انا كنتيق فيهم. ولكن هاد الثلاثه ما كانوش كافيين، كاينه حاجه رابعه، وهي اللي كتفرق ما بين واحد كيلعب وواحد كيتحكم: الحمايه. ومن هنا كلشي تبدل. كنت فهمت واحد الحاجه بكري: يقدر يكون عندك احسن زودياكات واحسن شبكه واحسن تنظيم، ولكن اذا ما كانش عندك الحمايه غادي يطيحوا عليك في نهار واحد. الحمايه الحقيقيه ماشي هي السلاح كيعطيك قوه بصح، ولكن محدوده. الحمايه الحقيقيه هي المسؤول يكون في جيبك، اللي يقدر يوقف البوليس، اللي يقدر يميك عليك، واللي يقدر يعلمك قبل ما يوقع المشكل. ومن ديك الساعه بديت كنخدم على هاد الحاجه بشويه وبالصبر، وما كنتش زربان. كنت كنحضي، كنشوف وكنختبر الناس، شكون يقدر يتشرى وشكون اللي ما يمكنش، وشكون اللي ضعيف وشكون اللي طماع. كنت كنقلب اليوم على دخلات، ماشي بالزز ولكن غير بالعقل. وكنت عارف باللي الا جاب الله نجحت في هذه المرحله ما غاديش نبقى غير مهرب، غادي نولي واحد اخر، واحد اللي ماشي غير كيلعب في القواعد ولكن كيكتبهم. وصلت لواحد المرحله وطرحت على راسي واحد السؤال اللي كان واضح: الا بغيت نبقى ونكبر كيفاش نضمن ان حتى واحد ما يوقفنيش؟ والجواب كان بسيط: خصني نتحكم في الدوله، او على الاقل في الاشخاص اللي كيمثلوها. انا كنت عارف باللي اي عمليه كبيره ديال التهريب كدوز من ثلاثه د الحوايج مهمين. اول حاجه البوليس والجندارم، هما اللي كيراقبوا الطريق. ثاني حاجه الديوانه ولا مارين، وهما اللي كيراقبوا الحدود والبحر. وثالث حاجه اللي هي القضاء، وهو اللي كيحكم الى تشديتي. يعني الا بغيت نكون محمي مزيان خصني نوصل لهاد الثلاثه كاملين. وهنا بدات الخدمه الحقيقيه. ما بديتش بالكبار، لا، بديت بالصغار. شي بوليسي عادي، شي ضابط صغير، شي واحد في الديوانه، ولا شي واحد في الامارين. كنت كنشوف واش باغيين، واش يقدروا يتشراو، واش كيخافوا ولا طماع. واللي كان كيقبل وكيبغي ما كيبقاش غير هو، كان كيعرفني على واحد اخر كبر منه، والاخر تا هو كيعرفني على واحد اخر كبر منه. وهكذا بدات وحده بوحده حتى بديت كنبني الشبكه. ولكن ماشي اي شبكه محسوبه منظمه، وكل واحد فيها عنده بلاصتو. ولكن كانت واحد الحاجه اللي مهمه عندي اكثر من اي حاجه، هي انني ما نثق في حتى واحد. حيت كنت عارف باللي اللي كتشريه اليوم يقدر يبيعك غدا، والخيانه في هذا العالم كتعني الحبس ولا الموت. وهنا جات الفكره اللي بدلت كل شيء. كان عندي واحد الراجل اللي قريب ليا بزاف، كان هو يدي لي منيه. واحد النهار عطيته واحد المهمه اللي شويه غريبه. قلت ليه بغيتك تسجل كل شيء. كل مره كنت كنمشي نعطي الفلوس لشي مسؤول كان كيكون حاضر وكيصور الفيديو بسريه. فلوسه هي كتحسب، الوجه ديال المسؤول يكون واضح، والصوت تا هو يكون واضح. حتى المكالمات المهمه كنت كنخليها تسجل، واللقاءات السريه خصوصا في واحد البلاصه سميتها واد الرمل. كل شيء كان كيتوثق، ونهار على نهار، شهر على شهر، وعام على عام، حتى دازو 6 سنين. ولا عندي ارشيف، مئات ديال الساعات ديال الفيديوهات والصوت. وعلاش درت هاد الشيء كامل؟ حيتاش فهمت واحد الحقيقه عميقه: الراجل اللي تشريه الا ما كانش مربوط غادي يخونك، ولكن الا كان عارف باللي عندك فيديو ديالو هو كياخد رشوه بيديه غادي يفكر 1000 مره قبل ما يديرها. هادشي كان بحال شي تأمين ولا شي اسيورونس، ولكن تأمين خطير، تأمين بالحجة والدليل. والنتيجة غير في شي سنوات قلال ولات عندي ليستا ديال الناس اللي ماشي عاديين. كانوا عندي مسؤولين كبار، بوليس وعسكر، جندارم وناس قضاة في المحكمة. في المجموع وصلت ل 22 مسؤول، 22 واحد، كلهم شبكة واحدة، الشبكة ديالي. كان خصهم يحميو الدولة، ولكن كانوا كيسهلوا لي الطريق. ما بقيتش كنخاف لا من تحقيق، حيت كانت كتوصلني المعلومه قبل ما يبدا، ولا من محكمه حيت الحكم كان معروف. وحتى المداهمات ما كنتش كنخاف منهم، حيت الاخبار ديما كانت كتوصلني قبل. كنت كنعيش واحد الاحساس خطير بزاف، الاحساس باللي انا ماشي غير محمي، انا فوق القانون.
وبديت كنقتنع بشي حاجه اللي اخطر كاع. ما بقيتش غير كنلعب في هذه اللعبه، ولكن بديت كنكتب القوانين ديالها. في ذاك الوقت كنت وصلت لواحد المرحله اللي الحشيش ولا حاجه عاديه بالنسبه ليا. كان كيدخل الفلوس وفلوس اللي كتيره، ولكن انا ما كنتش كنشوف غير هادشي، كنت كنشوف بعيد. كنت عارف باللي كاين نيفو اخر، نيفو اللي الربح فيه كبير بزاف. الكوكايين في الاخر ديال التسعينات ودخله ديال الالفينات بديت كنتسوق لهذا العالم، وهنا كل شيء تبدل. حيت الكوكايين ماشي بحال الحشيش الكميه كبيره ولكن الربح غير متوسط. الكوكايين كانت الكميه صغيره ولكن الربح كان خيالي. غرام واحد كان كيساوي الاضعاف ديال الحشيش في اوروبا، ولكن الخدمه كانت معقده فيه اكثر من الحشيش، حيت الطريق ديالو طويله من امريكا اللاتينيه كولومبيا ولا البيرو، كيدوز على افريقيا ومباشره للصبليون، ومن تما كيتفرق في الاسواق الاوروبيه. انا في الاول ما كنتش شي عنصر كبير في هذه السلسله، ولكن دخلت كحلقه مهمه. بدات كتوصلني السلعه، شي حاجه كانت كتبقى في المغرب حيت السوق ديال البلاد تا هو بدا كيكبر، وشي حاجه اخرى كتصيفط لاوروبا. ولكن هنا غادي يبان اكبر مشكل اللي هو الفلوس. ماشي كيفاش تربحها ولكن كيفاش تخبيها، حيت ملي كيدخلوا عندك الملايين ما تقدرش تمشي تحطهم في البنك عادي، كيخصك حل. والحل كان هو كيفاش نبيضوا الفلوس. وهنا دخلت لواحد المرحله جديده في حياتي، مرحله اللي الفلوس خصها تولي نقيه. باش ندير هذا الشيء كان خصني شي نظام جديد، شبكه اخرى وشركاء جداد، واهم حاجه هي ناس يكونوا فاهمين القانون ويعرفوا كيفاش يدوروا عليه. في الصبليون خصوصا في كوستا ديل سول، في واحد المنطقه سميتها مياس بين مالاغا ومربيه، كانوا عندي شركاء، وهدوك الناس ماشي بحالي. انا كنت كنجيب الفلوس وهما كانوا كيعرفوا كيفاش ينقيوها. كيفاش؟ شركات ديال العقار كنشريو ديور بالفلوس الموسخه وكنبيعوهم بشي ثمن قانوني، والفلوس اللي كترجع كتبان نقيه. ولا بلي زاجونس دو فواياج، خدمات وهميه واوراق قانونيه، حسابات واضحه قدام الدوله. وهنا كان واحد الشخص اللي مهم بزاف في هذه المرحله، المحامي اللي ساكن في الصبليون، كان سميتو فرناندو. هذا الراجل كان متخصص في حاجه وحده، هي يغسل الفلوس. كان كيعرف القانون مزيان، ولكن اللي اهم كان كيعرف كيفاش يجيب عليه الدوره. وكنت انا من اكبر الكليان ديالو. الفلوس كانت كتمشي وكترجع نقيه، وبشويه بشويه ما بقيتش غير مهرب، وليت كنخدم نظام كامل: تهريب، توزيع، غسيل اموال وشبكه دوليه، وكل شيء كيتمشى بالتدقيق بحال شي ماكينه. انا في ذاك الوقت بديت كنحس باللي وصلت لواحد المستوى اخر. ما بقيتش غير كنلعب في السوق المحليه، دخلت في الساحه الدوليه، وهذا الشيء عطاني واحد الاحساس اللي خطير بزاف، احساس باللي انا ما عنديش حدود. ولكن في الحقيقه اي واحد كيحس بهذا الاحساس كيكون قريب يطيح بلا ما يحس. كانت واحد اللحظه مهمه في حياتي، هي اللي بدلت كل شيء، لحظه اللي بينت لي شكون انا بصح وفين وصلت. في 2001 كنت غادي ندوز نهار عادي بحال اي نهار، ولكن هاد المره الامور ما مشاتش كما كنت متوقع. تشديت في الحدود، والتهمه الاتجار الدولي في المخدرات، ماشي منتف صغير، منتف اللي يقدر يجيب المولى 20 عام ديال الحبس ولا اكثر. دخلوني للحراسه النظريه، تحطيت في الجيول، واول مره من مده طويله حسيت بواحد السكات اللي غريب، ماشي خوف ولكن واحد التفكير اللي كان عميق. واش هذه هي النهايه؟ ولكن في ذاك الوقت كنت عارف حاجه وحده: انا ماشي بوحدي، كاينه معايا شبكه، وكانوا عندي علاقات، كانوا عندي بزاف ديال الوراق اللي لعب بها. دازو سويعات، ماشي يامات، غير سويعات. ومن برا بدات الامور كتتحرك. واحد من اهم الناس في الشبكه ديالي، راجل كبير في العمر، وصلوا لابيل، ومن بعد وصلته حاجه اخرى: 20 مليون ديال الدرهم. فلوس كتيره، ولكن بالنسبه لي في ذاك الوقت كانت غير ساروت ديال باب، وداك الباب تحل. دوزت سويعات وخرجت، ولكن القصه ما سالاتش هنا، حيت اللي وقع من بعد كان اخطر. داك المسؤول ماشي غير خرجني،
دار واحد الحاجه اللي انا براسي ما كنتش متوقعها. مسح سميتي من ليستا ديال الروشيرش في المغرب كامل، وبالنسبه للسيستم انا ما كاينش. في ديك اللحظه فهمت باللي تخطيت واحد الخط، خط اللي ماشي سهل. ما بقيتش غير واحد مهرب محمي، وليت واحد فوق القانون. وهذا الاحساس كان خطير بزاف، حيت ملي كتكون متاكد باللي حتى واحد ما يقدر يمسك كتبدل، كتولي داخل عليها ديال بصح، وكتغامر كتر، كتصرف الفلوس بلا حساب، وكتبدا كتستفز بلا ما تحس. انا بديت كنعيش بهذه الطريقه، وما بقيتش كنضرب الحساب لكل خطوه كيما الاول. كنت كنقول شكون غادي يوقفني، وكان الجواب اللي في بالي حتى واحد. ولكن الحقيقه كانت مختلفه، حيت في هذا العالم كل ما طلعتي بزاف كل ما كانت الطيحه قويه. وانا ما كنتش عارف باللي الطيحه ديالي قربات اكثر من اللي كنت كنظن.